إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. هو أنت كل ما ترجع من عندها ترجع تعبان؟ أكيد بتسممك. حرام عليك يا منى، دي ليلى إنسانة طيبة، أنت عارفاها أكتر مني. أنا ما أعرفش الأشكال دي يا محسن. عيب يا منى، عيب كده، دي برضو مراتي. اوعى تقول الكلمة دي تاني، فاهم؟ الله، أنا اتجوزت ليلى بموافقتك يا منى. ضحكت عليا، قلت لي هتجوزها عشان تاخد نصيب ممدوح في الشركة، وأنا زي الهبلة وافقت. أنت مش هبلة ولا حاجة يا منى، أنت عارفة كويس قوي إن اتجوزتها علشان مصلحتنا. مصلحتنا في إيه؟ طيب أديك أخدت الشركة، ما طلقتهاش ليه؟ هو أنت فاكراني اتجوزتها عشان آخد نصيب المرحوم جوزها وارميها هي وولادها في الشارع؟ أمال أنت اتجوزتها ليه يا محسن؟ لا، هو أنت شايفاني إيه؟ راجل ندل يا منى؟ ما هو أنت لو ما بقتش معاها ندل تبقى بقيت ندل معايا أنا عشان اتجوزت عليا. برضاكي يا منى، برضاكي ومش غصب عنك، ولأنك قلبك طيب وعطفتي على الأيتام. أيوة، اضحك عليا تاني يا محسن. ما خلاص انت بقيت تقعد عندها باليومين، حتى بدلك قسمتهم بينا. انت عارفة كويس قوي اني لازم كل يوم البس بدلة، وبعدين انا بروح لها حد واربع بعد الشركة، يعني نص يوم. وانت عايز تروح لها اكتر من كده ولا ايه؟ يا حبيبتي انا بروح لها علشان اربي الايتام، مش علشان ليلى، لكن انا راجل عيني وقلبي مليانين بيك يا حبيبتي. الرجاله ما يملاش عينها غير التراب، ولازم يكون في زلط. مش هنخلص احنا بنتكلم. ايه ده؟ ايه مغص يا منى، مغص الحقيني. مغص؟ والله بتحط لك حاجه في الاكل، عشان تموتك وتورثك هي وعيالها. اتقي الله يا منى، اتقي الله. اعملي لي اي حاجه وحياتك يا منى، اعملي لي حاجه تهدي لي المغص ده. كلمها في التليفون، خليها تقول لك كلمتين حلوين يمكن تخف من المغص. انا داخله انام. والدكتور قال لك ايه يا محسن؟ ولا حاجه، قال لي مفيش اي حاجه خطيره، يمكن الالم ده من القولون العصبي. طيب الحمد لله يا محسن، مش قلت لك مفيش عندك حاجه؟ الحمد لله يا محمود انها جت على كده. المهم، جهزت ورق المناقصة الجديد؟ مناقصة ايه؟ نعم، ركز شوية يا محمود، دي مناقصة كبيرة ومهمة جدا. ايوه صحيح، المناقصة بتاعة توريد الأسمنت. الصفقة دي ب50 مليون جنيه وما ينفعش نخسرها خالص. يا عم ولا هنخسر ولا حاجة. مش هنخسر ازاي يعني؟ بضاعتنا في المخزن وبكرة السعر يزيد ونبيع بالغالي. ده أسمنت يا محمود، والأسمنت المفروض إنه له عمر افتراضي، له صلاحية، ما يتخزنش كتير، والمخازن بتاعتنا زي ما انت عارف مكشوفة، الشتاء داخل علينا. ما تقلقش يا محسن، احنا هناخد المناقصة وناكل السوق كله، انت بس حط في بطنك بطيخة صيفي. يا خوفي من البطيخة الصيفي دي. قولي، عملت ايه مع عايدة طليقتك؟ رفع عليا قضية يا سيدي، قضية نفقة وقضية تبديد. يا ابني قلت لك بلاش منها الجوازة ده يا محمود. اللي حصل بقى. المهم انا كنت عايز منك 500,000 جنيه سلف. ايه؟ 500,000؟ انت اتجننت يا محمود؟ الواحد يعني بيستلف 10 ولا 20,000، مش 500,000. وبعدين هتسدهم ازاي يعني؟ ده انت مرتبك في شركتي هنا 10,000 جنيه يا محمود. عايدة هتحبسني يا محسن لو ما اخدتش المؤخر. ايه، هتسيب صاحبك يتحبس كده عادي؟ انت عارف كويس قوي ان انا عندي مشكلة في السيولة يا محمود، وبرضه لو سلفتك انت هتسدد ازاي يعني؟ ما تنساش ان دي مش فلوسي لوحدي، دي فلوس ولاد المرحوم ممدوح. انا عارف انها فلوس ولاد المرحوم ممدوح اللي انت اتجوزت مراته وكوشت على نصيبه في الشركة. احترم نفسك يا محمود، ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا اتجوزت ليلى عشان دي كانت وصية ممدوح الله يرحمه. فعلا، ما هو ممدوح كان عارف ان عربيته هتتقلب ويموت وهو مسافر اسكندرية، ده اذا كان موته قضاء وقدر. ايه ده؟ انت قصدك ايه يا محمود؟ ولا قصدي ولا حاجة. المهم، هتسلفني ولا اشوف حد تاني يسلفني؟ انا مش قد السجن، وخصوصا اني لا قتلت ولا سرقت، انا غلطت واتجوزت. قلت ايه يا صاحبي؟ لا اله الا الله.
نخلص بس موضوع المناقصة دي يا محمود، وبعدين نشوف موضوع النفقة ده. ادخل. صباح الخير يا محسن بيه. ازيك يا عادل؟ خير. معلش انا اسف، انا كنت فاكر حضرتك لوحدك. هبقى اجي لك وقت تاني بقى. لا تعالى يا استاذ عادل، انا كده كنت خارج. اتفضل يا عادل بيه. بعد اذنك يا محسن، انا هروح اشوف اللي ورايا. ماشي يا محمود، ما تنساش وحياتك ما تنساش تتابع المناقصة، ماشي؟ ما تقلقش يا محسن، كله تحت السيطرة. انا جاي لحضرتك بخصوص مناقصة توريد الاسمنت يا محسن بيه. خير يا عادل؟ العطا المالي بتاعنا ما تقدمش لغاية النهاردة. ايه؟ انت بتقول ايه؟ اللي سمعته حضرتك، العرض المالي بتاعنا ما تقدمش في مناقصة توريد الاسمنت. يعني ايه الكلام ده؟ دي نتيجة المناقصة بعد بكرة. انت عارف معنى اللي انت بتقوله ده ايه؟ اننا مش هندخل المناقصة. لا، معنى كده ان انا بيتي اتخرب. مين اللي مسؤول عن تقديم العرض المالي؟ استاذ محمود عبد الفتاح، هو واخد العرض المالي من 15 يوم علشان يقدمه. محمود، وانت عرفت ازاي انه ما قدمش العرض لغايه دلوقتي؟ اسماء الشركات اللي قدمت العرض المالي موجودة على الانترنت، واسم شركتنا مش موجود فيهم. يا نهار ابيض، مش معقول ده. بص يا عادل، حاول تشوف لنا اي حل وباي تمن وبسرعه. حاضر، اوامر يا محسن بيه. خير يا أستاذ محمود؟ طبعا خير يا مدام ليلى، انا جاي بس اطمن على اولاد المرحوم ممدوح واشوفهم، يعني لو محتاجين اي حاجة. حضرتك عارفة ان انا وممدوح كنا اصحاب. طبعا، وحضرتك برضو عارف اني اتجوزت محسن صاحبك وصاحب المرحوم ممدوح برضو، وهو اللي بيراعي ولاده. طبعا عارف، بس انا بقوم بواجبي ناحية ولاد صاحبي الله يرحمه. أستاذ محمود، حضرتك عايز ايه؟ بصراحة انا جاي اقول لك خلي بالك من نفسك ومن ولادك. اخلي بالي من نفسي ومن ولادي ازاي؟ ومن مين؟ من محسن هو محسن جوزي يا أستاذ محمود، مش هسمح لك تقول عنه أي كلمة وحشة. على مهلك بس يا مدام، أنا مش جاي أقول لك كلمة وحشة عن محسن، أنا جاي أقول لك حقيقة موت ممدوح. حقيقة موت ممدوح كلنا عارفينها، العربية اتقلبت وهو مسافر اسكندرية. وحضرتك ما سألتيش نفسك هو كان مسافر اسكندرية بالليل ليه؟ كان في بضاعة جاية في المينا ولازم يروح يفرج عنها، ومحسن كان هيقابله هناك الصبح. أيوة فعلا، محسن كان هيقابله هناك الصبح. ما فكرتيش بقى ليه محسن خلاه يسافر بالليل، مع ان البضاعة مش هتخرج قبل الساعة 10 الصبح تاني يوم؟ ممدوح قال لي ان محسن هو اللي قال له يروح يشوف عربيات تنقل البضاعة اللي جاية. العربيات بتبقى على سور المينا من فجر ربنا. طب حضرتك ما سألتيش محسن ليه ما سافرش معاه؟ انت عايز تقول ايه يا أستاذ محمود؟ ممدوح جات له غيبوبة سكر وهو سايق، والعربية اتقلبت بيه. طبعا ما فكرتيش ايه سبب غيبوبة السكر، مع انه الله يرحمه كان منتظم في اخذ الدواء. ما تجيب من الاخر يا أستاذ محمود وتقول عايز ايه؟ ممدوح الله يرحمه مات مقتول، او حد دبر له الحادثة. قصدك محسن؟ انا ما قلتش حاجة، انت اللي قلتيها، والخوف دلوقتي عليكي انت وولادك. ازاي؟ قصدك انه هيقتلني انا وولادي؟ مفيش حاجة بعيدة عليه، بس انا عرفت انك عملتي له توكيل عام، يعني بيتصرف في كل حاجة. ممكن يكون باع نصيب ممدوح في الشركة لنفسه. مستحيل محسن يعمل فيا كده، انت اكيد كذاب. ايه، هو محسن طردك من الشركة؟ الله يسامحك، بس انا برضو عذرك. على العموم خلي بالك من نفسك ومن ولادك. سلام يا مدام. بص يا ليلى، محسن ومحمود من أندى خلق الله، وانا ما استبعدش انهم يقتلوا ممدوح. انا هتجنن يا عايده، هتجنن. انا مش متخيله ان محسن ممكن يعمل كده. لا، يعمل ابو كده عشان ياخد نصيب ممدوح الله يرحمه في الشركه، والدليل ان منى مراته وافقت على انه يتجوزك، اكيد وعدها ان يكتب نصيب ممدوح باسمها. انا مش قادره افكر، بس محمود مصلحته ايه؟ مصلحته ايه انه يقول الكلام ده دلوقتي؟ محمود ده ندل، اكيد طلب فلوس من محسن وما رضيش يديله، قال لما افضحه. مش يمكن ممدوح بيكذب عليا عشان زي ما بتقولي يفضح محسن ويعمل له مشكله معايا؟ محمود فيه العبر كلها،
وأسوأ بني آدم ممكن تقابليه في حياتك. عشان كده أنا اتطلقت منه، لكن ما بيكدبش. أنا دماغي هتنفجر يا عايدة، دماغي هتنفجر، مش قادرة أفكر ومش عارفة أعمل إيه. أنا سلمت كل حاجة. أهم حاجة تعمليها دلوقتي تروحي تلغي التوكيل اللي عملته له. طيب ولو محمود طلع كذاب ومحسن بريء؟ لو لغيت التوكيل هيحصل بينا مشكلة كبيرة. خليكي ناصحة وقولوا له أنا شايفة الشغل كتر عليك، فقلت أنزل أساعدك في الشركة. طيب ولو رفض إن أنزل الشركة أعمل إيه؟ يبقى لازم تروحي لمحامي عشان تحافظي على حقوق الأطفال الأيتام دول. ربنا يسترها يا عايدة، ربنا يسترها يا رب. مش بعتك يعني تقولي لي تعالى بسرعة، خير في ايه؟ هو في مشاكل بينك وبين محمود صاحبك؟ محمود؟ أيوه. غريبة قوي، انتي مش عادتك تسأليني عن مشاكلي مع اصحابي. الله، هو محمود جالك هنا؟ جه وقال لي حاجات غريبة قوي. طبعا لازم يجيلك، لان انا طردته من الشركة بعد ما خسرني مناقصة كبيرة. المهم قال لك ايه محمود؟ قال لي ان ممدوح الله يرحمه ما ماتش قضاء وقدر، وقال لك ان انا اللي قتلته. مش ده اللي قاله لك برضو؟ هو قال لي كده، بس انا مش مصدقه. لا يا ليلى، ملامحك بتقول ان انت مصدقه. ده انسان فاشل حاقد عايز يدمرني زي ما دمر نفسه. انا مش فاهمه حاجه يا محسن. محمود جالي من كام يوم وكان عايز يستلب مني 500,000 جنيه، ولما رفضت قال لي انه هينتقم مني. طيب انت بقى ما سافرتش مع ممدوح ليه يوم الحادثه؟ عشان ليا عمر يا حبيبتي. انا مش بهزر يا محسن، ارجوك قول لي. لان منى ليلتها كانت تعبانه جدا، وممدوح